طبعا يا إخواني، هناك جيني راسل لي بالواتساب أدري نفس الكلام هذا قبل فترة. أدري نفس الكلام، قال بو عندنا ناس كثير مخطوفين من حقكم وقد قبروا ماتوا. والمراسلة هذه إن شاء الله سأذكرها لكم في وقت آخر، فنسأل الله العافية. طبعا بو هناك عدة أسئلة يسأل كل جني الثاني الذي هي عن طريق الواتساب، وجاوبني عليها سأعطيها لكم إن شاء الله في فقرة أخرى. إن شاء الله إن شاء الله. أنا أتحدى أمامكم ينزل رقم الجني اللي راسله، نزل لنا رقمه حق الواتساب. أنتوا أصل معوني نشوف كم الأسعار هذا اليوم عند الجن. خلينا نزل لنا الرقم نشوف، نطمن عليه ونشوف ما هي الشريحة اللي بيستخدمها، كيف بيصير عندما بيصير يسدد النت ويعبي باقة. نزل لنا الرقم. أبس إلا راسلك هذا من بقية العالم، راسلك أنت عبر الواتساب. نزل يلا. طبعا في البداية هو بس شاف جس النبض انه صدقوا انه بيراسلني عبر الواتس، شاف ما حد اعترض عليه ولا كذا، خلاص. المرة الثانية قال خلاص بعمل لقاء مع الجني نفسه وحضر عنده. نواصل لقاءاتنا المتكررة مع الجني التائب المسلم. أسأل الله أن يثبته ويثبته على الصلاح والإسلام بإذن الله تعالى. آمين، الله يثبتنا جميعا. بس إيش الضحكة؟ الجني ما يطمنش هذا. كمل عرفنا على الجني. مثل ايش يا شيخ علي؟ ما هي الأعشاب المعينة اللي تضعف الجان؟ تفضل. أهلا يا شيخ علي، ارحب الله. الجن تبرقعوا يا جماعة. أيوة، ما حصل، ما شيخ علي ما تبرقع. الجني التائب المسلم. جني تائب مسلم، يعني الجن إذا تابوا واسلموا تبرقعوا. طيب والجنية ما تفعل؟ بدل بس شالوا جنبيه. أيوة، وارحب يا شيخ علي، ارحب. هذا جني ما شاء الله. أيوة، قل لنا ليش استضفت؟ إيش الهدف من استضافة شيخ الجن؟ طيب، هل هناك مثلا أعشاب معينة تضعف الجن؟ الأعشاب حقت البخور، قلنا الأعشاب تمام، 7 الأعشاب اللي حق البخور. أيوة، حياك يا شيخ، حياك. ما حد قد استخدم الجن يعمل لنفسه إعلانات إلا هذا. يعني طلع ايش جاب شيخ علي شيخ الجن بكله من اجل يقول له انه ما هو الخطر على الجن واللي يضعف الجن. قال حقق الاعشاب، 7 الأعشاب حقق، هذا خطر على الجن. ايوه، هذا اعلانات صراحه عندما تستخدم فيها الجن والانس ما حد قد استخدم هذا. الناس جالسين على كمال طماح يحاسرون، هذا جاب شيخ الجن بكله يعمل له اعلان. شوف الانطلاقه هكذا عندما تبدا من فوق.